كورة هيعرف ان ما بينهم خلاف، وحرفيا عبد الناصر زيدان كان هيموت لدرجة انه كان بيقول في البرومو انا بغرق، والمية حرفيا دخلت في بقه وخد التقيلة بقى اتكسر دراعه اثناء المقلب. وكمان ابو المعاطي زكي عدد كبير جدا من الكدمات خدها في مقلب رامز جلال، والاتنين دول مؤكدين انهم مع بعض في حلقة واحدة في برنامج رامز جاب من الاخر. وكمان معانا الفنانة نسرين امين للمرة التانية على التوالي هتظهر في برنامج رامز جلال، ولكن معاها ضيفة تانية وهي يسرا اللوزي. اغلب الناس معرفتش مين الفنانه دي عشان زياده وزنها، ولكن اللي ظهرت دي هي يسرا اللوزي ومعاها كمان نسرين امين. وطبعا الحلقه دي هتكون من امتع الحلقات اللي هنشوفها باذن الله في خلال شهر رمضان. ومعانا كمان الفنانه هدى المفتي وكمان احمد مالك في حلقه واحده، والاتنين دول كان ما بينهم خلاف كده، ورامز جلال قدر ينفذ في الاتنين المقلب السنه دي، وهتكون حلقه حلوه برضو الجمهور هدى المفتي واحمد مالك هتبقى معجنه حرفيا من خطوره المقلب. واتوقع ويجز هيزعل جدا بعد ما يشوف الحلقه دي. وكمان معانا نجم العتاوله